ده الحلو الأذكى في رمضان، الطحينة مع التمر بمكونين بس هنتغلب على الشوجر كريفنج، وفي نفس الوقت هنتجنب السبايك أو ارتفاع سكر الدم بشكل مفاجئ، وده لأن الطحينة هتبطئ امتصاص السكر الموجود في التمر، وده طبعا هيدينا إحساس بالشبع أكتر وفي نفس الوقت طاقة مستمرة لوقت أطول. التمر مصدر سريع للطاقة وفي نفس الوقت غني بعناصر زي المغنيسيوم والبوتاسيوم، أما الطحينة الطبيعية فهي مصدر للدهون الصحية والكالسيوم. التمر مع الطحينة أفضل حاجة لمريض القولون العصبي. كمان التمر مع الطحينة بيدعم صحة العظم والمفاصل، وده لأن الطحينة الطبيعية غنية بالكالسيوم، أما التمر فهو غني بالمغنيسيوم. هنجيب أي نوع تمر، وهنا أنا اخترت التمر المجدول لأنه ماي فيفورت وان. ببدأ إن أنا أضغط عليه بالراحة كده، وعليه بحط طبقة الطحينة، والطبقة التالتة معانا بتكون عبارة عن دارك شوكليت بسيحها وبضيفها، وكده نبقى حضرنا أسهل وأحلى سناك. لحد الخطوة دي السناك بتاعنا خلاص بقى جاهز، تقدروا توقفوا لحد هنا أو تكملوا ونضيف مكونات تانية منها تخلي الفليفر ريتش أكتر وفي نفس الوقت ترفع القيمة الغذائية. أنا هنا اخترت إن أكمل وحطيت على التوبنج شوية إضافات زي جوز الهند والمكسرات وبذور قرع العسل. الموضوع فليكسبل جدا، تقدروا تختاروا اللي انتوا عايزينه، وطبعا ما ننساش ان كل مكون منهم مع التمر بيدينا فوائد رهيبه. بذور قرع العسل مع التمر افضل حاجه لعلاج النسيان والصداع المزمن، اما التمر مع عين الجمل فهيحسن من جوده الهضم ومن صحه الامعاء. هندخله التلاجة لمده 6 ساعات، وبكده بقى عندنا احلى سناك صحي ولذيذ ومفيد جدا. مش قادره اوصف لكم طعمه كان حلو ازاي، هو شكله لوحده يفتح النفس. جربوه وقولوا لي رايكم، واشوفكم في حلقه جديده من سلسله رمضان متوازن، وباي باي.